أهلا بكم أعزائي ومتابعي المشاهدين. شاهد بالتفاصيل. رحمة محسن تكشف إصابتها بعد مقلب رامز ليفل الوحش. رحمة محسن تكشف إصابتها بعد وقوعها ضحية في برنامج رامز ليفل الوحش المذاع على قناة MBC مصر، حيث نشرت صورة لها من كواليس المقلب عبر حسابها الشخصي، وأوضحت أنها بدأت رحلة بالعلاج الطبيعي نتيجة السقوط القوي الذي تعرضت له خلال تنفيذ الفقرات المختلفة، وما أثار قلق متابعيها الذي تمنوا لها الشفاء العاجل والعودة بشكل سريع لممارسة نشاطها الفني المعتاد خلال الفترة المقبلة. ويعتمد البرنامج هذا العام على فكرة الغرفة المغلقة التي يدخلها الضيوف ليواجه مواقف صعبة ومفاجأة، حيث يقوم الفنان رامز جلال بتوجيه الأسئلة للضحية مع استخدام مدفع المياه في حالة رفض الإجابة أو التردد. ويجبر البرنامج الضيوف على تنفيذ مهام بدنية شاقة داخل الغرفة، ومن لم يلتزم بالتعليمات يواجه عقاب فوري يزيد من عقوبة الموقف، ويجعل الضيف في حالة من التوتر والضغط المستمر طوال مدة الحلقة المسجلة التي يتابعها الملايين. وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المنشور الذي شاركته رحمة محسن، حيث كتبت تعليق أكدت فيه معاناتها مع الآلام الجسدية بعد تلك السقطة المدوية في المقلب. وتعتبر رحمة واحدة من الوجوه الفنية الشابة التي حلت ضيفة على البرنامج الذي يستضيف نخبة من نجوم الفن والرياضة في الوطن العربي طوال شهر رمضان الكريم، لتقديم جرعة من الإثارة والتشويق التي يترقبها المشاهدون كل يوم أمام شاشات التلفزيون في وقت الإفطار المعتاد للأسرة المصرية. يواصل رامز جلال تقديم برامج المقالب السنوية التي تحقق نسب مشاهدة عالية جدا رغم الانتقادات التي توجه له أحيانا بسبب خطورة بعض الفقرات على صحة الضيوف المشاركين. ويحرص فريق العمل على اختيار ضيوف من مجالات متنوعة لضمان جذب فئات مختلفة من المتابعين. وتظل هذه البرامج مادة دسمة للنقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فور انتهاء عرض الحلقة، بسبب ردود الفعل العفوية التي تصدر من النجوم المشاركين في هذه التجربة القاسية. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.